هل بتشيط من الغضب لما واحد بيعترض طريقك وسط حركة المرور؟ هل ضغط الدم عندك بيعلى لما طفلك ما بيرضاش يتعاون معاك؟ الغضب اتذكر في القرآن في قصتين، أو لما سيدنا يونس غضب ساب دعوته للناس ومشي، وكانت النتيجة انتوا عارفينها طبعا، الحوت بلع. وده سيدنا موسى لما رجع شاف قومه بيعبدوا العجل رمى الألواح من إيديه. إذا الغضب مذكور في القرآن، ولكن النتيجة دائما سلبية. وده راجل راح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال له النبي لا تغضب، ورددها مرارا لا تغضب. وده رجل دخل المسجد تبول فيه فقامت عليه الناس غضبانين وزعلانين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فيما معنى الكلام لا تقطعوا عليه بولته. هل تفتكر لو قدامك واحد بيعمل حاجة غلط وانت اتنرفزت وغضبت عليه هيعمل الصح؟ لا، هيعند. والعند بيولد الكفر، والكفر هنا كفر بالحقيقة. دي جودي طفلة جميلة رقيقة جدا، لكن والدها عصبي جدا. كان مع العصبية دي بيشتم دايما اي انسان يقع قدامه وهو غضبان. اخواته كانوا مش بيحبوا يقربوا منه بسبب انفعاله الدائم، طبعا ده قبل الجواز. وبعد الجواز زوجته هي اللي مش بتقرب منه بسبب انفعاله الدائم برضه. كان دايما بيقول لنفسه من حقي انفعل، الناس كلها مستفزين بالشتايم والسباب. جودي بدأت تكبر وبدأت تعمل حركة جديدة، لما والدها يجي يشتم وينفعل تحط ايديها على ودانها. الحركة دي كانت بتضايق ابوها جدا وبتزهقه، كان بيتجاهلها احيانا واحيانا يزهق ويشيط، لحد ما في يوم رايحين فيه النادي جودي بتلعب في منطقة الالعاب على المرجح، والدها سابها تلعب وقعد يحتسي كوبا من القهوة. طبعا القهوة في الاماكن اللي زي الادمان مش عارف ايه. المهم جودي بتلعب وهو قاعد بيشرب قهوته، جه واحد حاول ينزل جودي علشان يركب بنته. الاب بيقول ان هو شاط من الغضب وفار دمه، راح له بيكلمه وبدأ ينفعل. جودي لسه راكبة على المرجحة، شافت ابوها هينفعل وهيشتم، سابت ايديها من على المرجحة وحطتها على ودانها، لكن وقعت من على المرجحة وقعدت تصرخ وتتألم. سريعا اخدها والدها وجري بيها على المستشفى. جودي دراعها هيتجبس ألم كبير، لكن الاب بيقول ان اكتر حاجة ألمته، والدكتور بيسألها ازاي تسيب المرجحة تتحرك بدون ما تمسك الحبل يا جودي؟ قالت جودي مش عايزة اسمع شتايم بابا. الاب بيقول انه حس بغصة في حلقه وبيقول انا انسان سيء، بنتي اتكسر دراعها وهي بتحاول انها ما تسمعش الشتايم بتاعته. وفي اللحظة دي قرر ان هو يتغير ويتحكم في لسانه. العبرة هنا اننا نقدر قيمة ان ربنا خلانا ابهات او امهات. افتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. حتى لو كان فينا اخطاء احنا دلوقتي مسؤولين ولازم نتعلم ونحاول نتعلم. مش هقولك اتحكم في غضبك، لكن هقولك انت بايديك بتودي نفسك في طريق غالبا هنندم او هتندم عليه. وبس كده، انا معكم محمد ناصر من قناة للناس الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.